ريحة الكباب اللي بتشهي. اللي بحب الكباب يرافقني لنشوف كيف حضرنا التتبيلة الطيبة. عندي لحمة مفرومة مدهنة وضايفت لها معلقة سمنة. عندي هون نص بصلة مبروشة وساحبة منها المي، وعندي هون ربع فليفلة كمان مطحونة ومسحوب منها المي. بدي اضيف البصلة، بدي اضيف الفليفلة. للبهارات بدي نص معلقة بابريكا مدخنة، نص معلقة فلفل. رح ضيف مقدار صغير من البابريكا الحدة. انتو اذا بدكم فيكم تكتروا، فيكم ما تضيفوا ابدا. ملح حسب الرغبة. كلهم مع بعض. والريحة عندي بتشهي. البصلة والفلفلة اعطتهم ريحة كتير طيبة للحمة. عندي اللحمة هيك صارت جاهزة. هلا بدي بلش حط اللحمة بقلب الشيش. طبعا هون مشان ايدي تساعدني اني اقدر ظبط اللحمة، رح بلها بشوية مي. اذا حبيتوا تعملون بقلب سياخ مثل هيك، بنصحكم انكم ما تكتروا كتير، تاخدوا بايدكم قطعة لحمة كبيرة. قللوا اللحمة شوي مشان تقدروا تتحكموا فيها، وبنفس الوقت مشان السيخ هذا المدور يقدر يحمل اللحمة. فحاولوا انكم تقللوا وتمدوها قد ما بتقدروا، تمدوها على طول السيخ. هاي الكمية اللي طلعت عندي فردتهم بهالشكل هذا، وهلا بدي فوتهم على فرن. هاي الكباب جهز عندي. شوفوا لي هالمنظر قدي بشهي. عن جد ريحتهم كتير كتير بتشهي، والتتبيلة كتير طيبة. جربوها وان شاء الله بتعجبكم. اشوفكم بفيديو جديد.